السلام عليكم حبايبي جريد فور. أهلا بكم معايا دكتور شيماء لبيب، وإن شاء الله فيديو النهاردة فيديو مهم جدا بشرح فيه وبحل معاكم منهج شهر نوفمبر علشان نبقى ملمين بكل الأسئلة وكل الحاجات اللي ممكن تلخبطنا في امتحان نوفمبر. وإن شاء الله بإذن الله ده أقوى فيديو في كل أسئلة الامتحانات اللي ممكن تقابلكم في الجزء الخاص بشرح منهج نوفمبر في امتحانات الشهر. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي المذكرة اللي أنا عملتها نوفمبر ريفيجن معايا دكتور شيماء لبيب، وطبعا بفكركم اللي لسه مشتركش في القناة ياريت ينزل يشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لايك وكومنت. خلونا نبدأ ب choose the correct answer. في أول سؤال بيقول لنا إيه؟ The system responsible for moving your hand away from danger, such as touching a hot cup of tea, is the nervous system. الجهاز العصبي هو اللي مسؤول عن تحريك الإيد بعيدا عن الخطر. تاني سؤال songs of humpback whales. الأصوات والأغاني اللي بيعملها الhumpback whales in winter are characterized by each of the following except. وفي سؤال except ناخد بالنا من سؤال except. ازاي بنحل السؤال ده يا ولاد؟ أولا ولا كأننا شايفين كلمة except وبنعمل صح قدام الحاجات الصح اللي مكتوبة في الجملة. يعني مثلا بقول لي songs of humpback whales in winter، فأنا هختار الاختيارات اللي هعمل قدامها صح بناء على الأغاني اللي بيعملها الhumpback whales في الشتاء. كل اللي هينطبق عليه في الشتاء هعمل قدامه صح، واللي غلط هو اللي هنختاره في except، لأن except معناها ما عدا. فأنا هنا عندي it's for meeting season، طبعا صح. having soft sounds yes. moving better through cold water يبقى هنا الإجابة الغلط اللي المفروض هي مناسبة للسؤال ودي اللي هنختارها having low pitched sound. طبعا دي ايه؟ ما بيحصلش في الشتاء كده، لا بيحصل في الشتاء high pitched sound. سؤال رقم 3 when you move something toward you يعني باتجاهك this represents، ده بيمثل ايه؟ pulling force. برافو. which of the following sentence describes the friction force؟ ايه اللي بيخص قوى الاحتكاك؟ بتشرح ايه قوى الاحتكاك؟ طبعا هفكركم بقوى الاحتكاك. قوى الاحتكاك عبارة عن القوة اللي بتقلل السرعة لحد الجسم ما يقف، يعني it slows down or stops the moving of object. دي الإجابة الصح. السؤال رقم 5 the energy that is stored. طبعا كلمة stored معناها خزنتها، الطاقة اللي بعرف أخزنها. وطبعا كلمة stored أول ما بشوفها خلاص أنا عرفت كده الإجابة. الطاقة اللي بعرف أخزنها هي ال potential energy. بس خلونا نكمل كده in an object due to its position، طبعا للposition is known as E potential energy طاقة الوضع. when you see a car moving toward you the sensory receptors dash to get away from it. طبعا انت لما بتشوف عربية جاية تجاهك فالسنسوري ريسبتورز اللي فين هي اللي هتنبه المخ. طبعا السنسوري ريسبتورز اللي في العين لان العين هي اللي شافت. يبقى انا هختار الاجابة رقم B in the eyes send a signal to the brain first. the potential energy of an object depends on. طبعا ال potential energy طاقة الوضع بتعتمد على عاملين أساسيين هما مين؟ الماس والهايت. الماس الكتلة والهايت الارتفاع، فأنا هختارهم الاتنين its mass and its height from the earth's surface. دي اللي أنا هختارها. سؤال رقم 8 all of the following are examples of motion. كل اللي في الاختيارات مثال على الحركة، فأنا لقيت كلمة except ما عدا مين اللي مش مثال على الحركة؟ حاجة ثابتة في مكانها مش بتتحرك، فأنا هروح عند اللي بيتحرك وهعمل قدامه صح إن هو بيتحرك، والغلط هو ده اللي أنا هختاره. a running person طبعا بيتحرك. flying bird بيتحرك.
a ball traveling through the air بتتحرك الكورة. طيب a sleeping dog، طبعا الكلب اللي بيكون نايم ده مش بيتحرك، يبقى ده اللي هختاره. رقم 9 reading and writing are common types of communication in dash world. طبعا ال reading وال writing مين اللي في الاختيارات بيعرف يعمله؟ طبعا ال humans. when the roller coaster القطار الكهربائي stops أول ما بيقف its energy of motion طاقة الحركة motion هنا بمعنى الحركة يقصد بيها الكاينيتيك انرجي. الكاينيتيك انرجي بتاعته بتعمل ايه؟ بتكون ايه لما الرولر كوستر بيقف؟ طبعا becomes zero، خلاص بقى صفر، هو ما بيتحركش. اوكي طيب all the following كل اللي في الاختيارات are transparent object جسم شفاف except مين اللي جسم مش شفاف يعني معتم؟ طبعا الميتال. when an object is in motion لما جسم يكون بيتحرك this means that its dash changes. طبعا لما الجسم يتحرك معناها مين اللي بيتغير؟ البوزيشن بتاعه، المكان. position يعني مكان. سؤال number 13 if there are nothing to stop the movement of an object لو مفيش حاجة هنعرف نوقف بيها حركة جسم. if there are nothing لو مفيش حاجة هتوقف جسم معين عن الحركة. this object will الجسم اللي بيتحرك ومفيش حاجة هتوقفه، الجسم ده هيحصل له ايه؟ هل stay in motion هل هيفضل يتحرك، ولا suddenly stops هيقف فجأة، ولا stop after few minutes هيقف بعد دقايق، ولا stop after few seconds هيقف بعد ثواني. طبعا هو قايل لك في السؤال nothing to stop مفيش حاجة هتوقفه، يبقى هيفضل ماشي زي ما هو stay in motion إلا إذا ظهرت حاجة قوة تؤثر عليه فتوقفه. سؤال 14 the five senses of humans and animals الحواس الخمسة. طبعا احنا ما خدناش في الحواس الخمسة كلمة movements يعني التحركات. طبعا الحواس الخمسة sight hearing taste smell and touch. نختار number D. when an object moves down a ramp it's stored energy. طبعا انا هفترض ان انا فوق كده هنا، فأنا نازلة من فوق لتحت moves down، فكان فوق هنا potential energy ماشي، ال stored energy اللي هي ال potential energy زي ما أنا لسه قايلة لكم من شوية. فالpotential energy هيحصل لها إيه وأنت نازل؟ طبعا ال potential energy بيؤثر عليها الارتفاع، فكل ما تعلى كل ما ال potential energy تزيد، لكن أنا عايزة أنزل بقى، فالpotential energy هيحصل لها إيه؟ هتقل طبعا. طب هل في الاختيارات هنا كلمة تقل؟ لأ، decreases يعني تقل، مش لاقيها في الاختيارات يا مس. خلاص يبقى انا ايه؟ هفكر في حاجة تانية. هو بيقولك البوتنشال انرجي وانت نازل بيحصل لها ايه؟ ممكن تتحول زي الرولر كوستر كده ما كان بيحصل فيه، البوتنشال تتحول لكاينيتيك انرجي، والكاينيتيك انرجي دي طاقة الحركة، هي طاقة اكثر more active يعني اكثر نشاطا من البوتنشال لان بيحصل فيها حركة. so we will choose changes to a more active form of energy اللي هي الكاينيتيك energy. The structural adaptation that helps the fishing cat to catch a prey at night. ايه الحاجة الاستراكتشرال اللي عند الفيشنج كات وبتساعدها ان هي تصطاد الفريسة؟ طبعا عندها نمبر دي it has a mirror-like membrane at the back of its eyes. سؤال 17 the mirror-like membrane present at the back of eyes of A. الميرور لايك ممبرين غشاء يشبه المرآة، احنا واخدين ان هو بيكون عند مين؟ طبعا بيقول لك هنا humans only يعني عند الانسان بس، لا cats only يبقى هي دي الاجابه اللي احنا هنختار. ما ينفعش اختار both humans and cats لان هي مش عند الانسان اصلا. وكلمه neither نور دي معناها ولا ده ولا ده، يعني لا هي عند الانسان ولا هي عند الكاتس. so we will select cats only. سؤال 18 all the following sentences
about energy are correct. كل اللي في الاختيارات ده صح بناء على مفهوم الطاقة، ما عدا ايه الحاجة اللي غلط وما ينفعش تنطبق على مفهوم الانرجي. بيقولك ان هي it can be stored in an object، ينفع اخزنها. it can be transferred from an object to another، بتنتقل من جسم لآخر. it can be transformed from one form to another one، بتتغير بتتحول من شكل للتاني زي البوتنشال ما اتحولت لكاينتيك. طب السؤال نمبر دي it can be destroyed، هل الطاقة دي بتتدمر خلاص ما عادتش بتبقى موجودة؟ لا طبعا، يبقى هي دي اللي انا بختارها. The blind person's cane، طبعا عصاية الشخص الأعمى، وإيه بيطلع high pitched sound. اللي في الاختيارات بيطلع high pitched sound مع ال blind person's cane. طبعا برافو عليكم، البات، الخفافيش. السؤال 20 a very big truck needs a to move. طبعا الشاحنة الكبيرة محتاجة ايه في الاختيارات عشان تتحرك؟ هنختار لها very big engine، طبعا محتاجة محرك كبير لأن الشاحنة كبيرة. طيب pull و push بعتبرهم ايه؟ أنواع من أنواع ايه؟ طبعا الفورسز. محدش يقول لي طاقة، لأ دول أنواع من أنواع الفورس. النوعين دول طبعا قلنا واحنا بنشرح الدرس إن الفورس عبارة عن pull و push، بالإضافة لفورسز تانية، بس كنا محتاجين نأكد على المعلومة دي. Which of the following groups reflect light؟ reflects light، أنا محتاجة حاجة تكون بتعكس الضوء. طبعا عندكم A و B و C و D، لازم الصف كله كل الكلمات اللي فيه تكون بتعكس الضوء. تعالوا كده الأول اختيار aluminum foil، طبعا بيعكس. البريك اللي هو الطوب، لأ مش بيعكس الضوء، يبقى أنا طبعا نمبر E دي كده من أولها غلط. طيب الميرور بتعكس الضوء، الألومنيوم فويل بيعكس الضوء، الميتال سبون اللي هي الملعقة المعدنية طبعا بتشوف فيها صورتك وانت بتاكل، سو ريفلكتس لايت، يبقى انا هختارها برضو. يبقى هي دي اللي هو ده الاختيار اللي التلاتة فيه طلعوا بيعكسوا الضوء. طبعا وودن بورد دي ده حامل خشب يعني ما بيعكسش الضوء، وكاربورد بوكس طبعا ما بيعكسش الضوء. اوكي، السؤال اللي بعد كده from the potential energy form is، هختار نوع من انواع ال potential energy. اوكي، فالبوتنشال انرجي تعالوا نشوف كده في الاختيارات. اول اختيار تلفزيون ريموت اللي هو ريموت التلفزيون، فده ايه؟ ده طبعا بيبقى في مكانه الا اذا انت شلته وغيرت القنوات بتاعة التلفزيون، فهو كده يعتبر بوتنشال. طيب الباقيين عبارة عن ايه؟ الالكتريك فان، طبعا الالكتريسيتي نوع من انواع الالكتريك فان المروحة الكهربائية نوع من انواع الكاينتيك، يبقى دي كاينتيك مش بوتنشال. والتليفون ساوند، صوت التليفون دي موجات صوتية بتتحرك في الهواء، خدناها نوع من انواع الكاينتيك. وبرضو الالكتريك لامب لايت الضوء نوع من انواع الكاينتيك. فاحنا كده اتأكدنا خلاص ان التلفزيون ريموت هي الإجابة الصح. The force that tries to stop an object، قوة بتأثر على أشياء توقفها، moves on surface is called ايه؟ طبعا انتوا خلاص عرفتوها وشطار، friction اللي هو الاحتكاك. all the following are light sources، كل ده من مصادر الضوء ما عدا طبعا الصن من مصادر الضوء، fire واللايت لامب، يبقى انا هختار الايز. when an object is in motion، جسم بيتحرك، this means that its changes position، مكانه بيتغير. the energy of an object due to its motion، الطاقة بتاعة الجسم نتيجة الحركة عبارة عن ايه؟ عبارة عن kinetic energy. برافو. animals are active at night are called، الحيوانات اللي بتكون نشيطة بالليل بسميها ايه؟ nocturnal animals. برافو عليك، حيوانات ليلية. paper and wood، الخشب والورق عبارة عن مواد ايه؟ بيلمعوا؟ لأ طبعا. مواد سائلة؟ لأ طبعا. gases؟ لأ طبعا. يبقى أنا هختار ايه؟ opaque. يعني ايه opaque؟ يعني جسم معتم. all the following are examples of motion، ده سؤال متكرر يا جماعة، except مين؟ except the sleeping dog. سؤال 30
produce high pitched sound. مين اللي بيطلع high pitched sound؟ yes برافو، الhumpback whales بيطلعوا طبعا في الوينتر. ماشي. when you move something toward you، انت بتجذب حاجة ناحيتك، حاجة ناحيتك، ده برضو سؤال متكرر. pulling force. A is the ability to do work or make a change، القدرة على بذل شغل وإحداث تغيير. ده مفهوم مين يا ولاد؟ برافو، مفهوم الانرجي. مش علشان هي فيها work أروح أختار work. اوكي، المفهوم ده احنا خدناه للانرجي، الطاقة. the bag الشنطة is considered as a surface، هل هو semi transparent نص شفاف، ولا shiny لامع، ولا transparent شفاف، ولا an opaque؟ طبعا هو جسم معتم. all of the following are forms of codes، الشفرات. كل اللي في الاختيار ده نوع من أنواع الشفرات except، ما عدا مين؟ طبعا thumb up and thumb hands and down hands، دي طبعا نوع من أنواع الشفرات. face expressions تعبيرات الوجه نوع من أنواع الشفرات. writing نوع من أنواع الشفرات. يبقى أنا هختار swimming، ملهاش أي علاقة بالكودز. swimming اللي هي السباحة. when you move something away from you يعني بعيدا عنك، بتبعد حاجة عنك، يبقى دي ايه؟ برافو، pushing force. تعالوا نبص للصورة دي. خلينا كده نبص للصورة دي. انتوا شايفين ايه؟ احنا شايفين جسم بيأثر عليه قوتين، weak force قوة ضعيفة، و strong force قوة قوية. يا ترى الجسم ده هيحصل فيه ايه وايه اللي هيأثر عليه؟ فهو بيقولك في الاختيارات the body is under the effect of a. أول اختيار balance force and moving to right، لا طبعا دي مش balance force، الاتنين مش قد بعض. balance force الإجابة التانية برضو لا. أنا هفكر في C وفي D. هل هي unbalanced force and moving to right؟ هل هي unbalanced وهتتحرك ناحية اليمين كده؟ هي دي الإجابة الصح، لأن اليمين هو اللي بيأثر عليها بقوة أكبر. أنا هختار number C. السؤال اللي بعد كده you have the most potential energy at height، انت عندك اعلى طاقة وضع على ارتفاع كام؟ طبعا هفكركوا تاني، طاقة الوضع بيأثر عليها عامل الارتفاع height، فكل ما ارتفع لفوق كل ما يكون البوتنشال انرجي بتاعي اعلى. الاختيارات بتقولك ايه؟ 4 meters 3 meters 2 meters 1 meter. طبعا الإجابة number A. ايه اللي بيتحرك in zigzag pattern؟ طبعا اليربوع المصري. the form of energy that is stored متخزن، وكلمة stored اهي من غير ما افكر هتبقى ايه؟ هتبقى potential، لان بيقولك الكتاب محطوط على الترابيزة، هيبقى متخزن فيه طاقة ايه؟ potential. the form of energy that can be seen بشوفه يبقى ايه؟ يبقى light energy، لان الثيرمال والالكتريكال والساوند I'm not seeing them، يعني ما بشوفهمش. fast messages رسائل سريعة بيبعتها النيرفس سيستم ومش بنفكر ساعتها احنا بنعمل ايه، دي رسائل سريعة، يبقى دي ردود الفعل المنعكسة reflex action، رد فعل منعكس. to communicate through sight sense، انت عايز تتواصل من خلال السايت سنس، حاسة الرؤية. we need محتاجين ايه من الاختيارات عشان نعرف نتواصل بالرؤية؟ making sound، ايه علاقة الساوند بالرؤية؟ يبقى دي غلط. heavy music برضو ملهاش علاقة بالرؤية. touching something ألمس حاجة لا ملهاش علاقة بالرؤية. يبقى أنا عايزة availability of light، لازم يكون في ضوء كافي علشان أعرف أشوف. when a car moves up a hill this happens due to the effect of what؟ لما عربية تتحرك moves up تطلع على تل، this happens due to the effect of what؟ يعني انت بتطلع لفوق على تلة، ده نتيجة طاقة اسمها قوة اسمها ايه، او طاقة اسمها ايه؟ طب خلينا نشوف كده، هل هي الجرافيتي فورس؟ الجرافيتي فورس لو انت moving down. طب الساوند انرجي ملهاش علاقة بالانس؟ لا، مادام الجسم بيتحرك يبقى دي مش بالانس، يبقى الكاينيتيك انرجي، مادام الجسم بيتحرك يبقى كاينيتيك. you see yourself
in the mirror بتشوف نفسك في المراية due to the property of what؟ طبعا reflection انعكاس الضوء. هناخد الجزء الثاني من الأسئلة complete the following sentences. أول سؤال بيقول إيه؟ أول سؤال بيقول engineers use what to slow down the motion عشان يبطئ من سرعة الشوك ويف تراب. بستخدم إيه؟ الانجينيرز ثبتوا إيه؟ برافو، ثبتوا الباراشوتس. أنا هكتب باراشوتس. أنا هكتب هنا باراشوتس. السؤال الثاني the speed affect what energy of a moving object. السرعة بتأثر على طاقة إيه أثناء الحركة؟ طبعا بتأثر على الكاينيتيك انرجي. اوكي، بتأثر على الكاينيتيك انرجي. السؤال رقم 3 most animals can hunt when a energy bounces off a prey into their eyes. معظم الحيوانات بتصطاد لما طاقة ايه تنعكس على الضحية. طبعا light energy عشان يشوف بيها بتنعكس على عينه. في حاجة بقى في بقية السؤال while دي مش bats، لا دي bats. while bats can hunt when a is ده التعديل بس، ده خطأ في الكلام. while bats can hunt when a is bounces off at prey into their ears. اللي بيوصل لودانهم في البات. طبعا الايكو صدى الصوت. okay. the sight sense حاسة الرؤية عندك can be performed through what؟ through dash and dash. يعني ده حاسة الرؤية عند الحيوانات. مين الحيوانات اللي بتستخدم اللي عندها حاسة الرؤية ممكن تكون قوية؟ ممكن نقول all اللي هي البومة. طب ممكن مين تاني يا ولاد ممكن يكون عنده الصيد قوي؟ ممكن نقول حيوان ممكن نقول هنا الفهد الكمين. برضو عنده السايت عالية جدا. السؤال رقم 5 when you push a table on the floor the dash transfers from your body to the table. لو انت بتدفع ترابيزة على الفلور الأرضية، ايه اللي بينتقل منك للتيبل؟ برافو energy. to increase the what dash يعني energy طاقة ايه اللي بزودها of any moving object we must increase its speed. طاقة ايه اللي لما تزيد السبيد بتزيد، السرعة بتزيد. speed يعني سرعة. برافو kinetic. the firefly beetle uses what to communicate؟ الفايرفلاي بيتل اللي هي الخنفساء المضيئة طبعا هي بتطلع ضوء، يبقى هي uses what to communicate؟ uses light to communicate. when a ball is left to fall from up it gains what energy؟ لما الكرة بتقع من فوق بتكتسب طاقة ايه؟ طبعا kinetic لان هي كان عندها طاقة حركة فتتحول طاقة وضع
فلما تسيبها من ايدك هتتحول لطاقة حركة. Dash is a flying animal depends on echolocation to find food. من الحيوان ويكون flying animal بيطير، حيوان بيطير وبيعتمد على الecholocation طبعا الباتس. لو كان قال لي حيوان بيعيش في المية كنا هنكتب دولفين. باتس عشان هي في بداية الجملة فممكن نعمل البي كابيتال. سؤال رقم 10 when the speed of the object increases. لما السرعة بتزيد its kinetic energy. احنا تعبنا من السؤال ده، طبعا بتزيد increases. The shockwave truck is what than normal truck. طبعا الشوك ويف يا ولاد بتبقى أسرع faster than. هكتب faster. Ul's head turns in. راس البومة بتلف في فين بالظبط to find the food. طبعا in all directions. كل الاتجاهات. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا light travels in dash lines. الضوء بيسير في خطوط مستقيمة. يبقى أنا هكتب light travels in straight يعني مستقيم. when you kick a ball upward. انت خبطت الكورة كده طلعتها لفوق. a force affects on it. طبعا انت خبطت الكورة فدي ايه؟ pushing force. pushing force affects on it. friction force between the car tires. الاحتكاك ما بين الإطار بتاع العربية and the road dash its speed. الاحتكاك ده بيعمل ايه في السرعة؟ برافو بيقلل. طب انا عايزه اكتب بيقلل decreases وضفت لها طبعا اس عشان دي مفرد. طب ممكن اكتب حاجة تانية. ممكن اكتب slows down يعني بيبطأ. اوكي طبعا ده ايه؟ slows down. ماشي، يا اما اكتب دي يا اما اكتب دي. الاولانيه decreases يعني يقلل والتانية slows down يعني يبطئ. dash thinks is underwater for communication. مين اللي بيغني تحت المية؟ برافو الهامبك ويلز. هامبك طبعا السبيلنج يا جماعة هأكد عليه هامبك ويلز. لازم السبيلنج يكون مكتوب صح. The speed of shockwave truck is dash kilometers per hour. طبعا انتوا تختاروا عارفينها 500 كيلومتر per hour. Firefly beetle use their dash to release flashes. بيستخدم ايه علشان يعمل الفلاشز بتاعته؟ برافو swings الأجنحة بتاعته. If a truck moves in high speed so it has more dash energy. لما التراك بتتحرك بسرعة أكتر فهي عندها more ايه energy؟ more kinetic. اوكي تعالوا بقى يا حلوين نحل what happens if. أول سؤال في what happens if بيقول إيه؟ بيقول the kinetic إيه اللي هيحصل لو the kinetic energy of a moving car if its speed increases. إيه اللي هيحصل للkinetic energy لو السرعة زادت؟ طبعا الkinetic energy هيحصل لها إيه؟ هتزيد. برافو. يبقى أنا هكتب the kinetic energy will increase. اوكي يبقى الكاينيتيك انرجي هتزيد يا ولاد. دي الإجابة. السؤال التاني ايه اللي هيحصل لو the amount of food in the ant colony decreases. لو كمية الأكل اللي عند مستعمرات النمل قلت ايه اللي هيحصل؟ برافو. يبقى أنا هقول
النيرس ants اللي هم عاملات النمل هيبعتوا رسالة لمين؟ will send a smiley message to مين بقى؟ هيبعتوا رسالة لمين؟ هفكروا كده النيرس أنس لما الأكل بيقل هيبعتوا رسالة ليها ريحة لمين عشان هو اللي يروح يدور على الأكل ويعرف مكانه. ها برافو عليكم السكوت أنس to search for food. لو عايزين تكتفوا لحد كده it's okay ماشي، وممكن أكمل to search عشان تبحث عن إيه؟ to search for food أو to locate صح برضو to locate food عشان تعرف مكان الأكل. السؤال اللي بعد كده بيقول إيه اللي هيحصل لو الفايرفلاي wants to attract عايزة تجذب and meet to reproduce. إيه اللي هيحصل لو الفايرفلاي الخنفساء المضيئة عايزة تجذب الميت أي اللي هو التزاوج يعني to reproduce عشان تتكاثر. إيه اللي هيحصل؟ فأنا هقول إن هي هتبدأ تطلع أضواء وتبدأ to communicate باللايت وهتعمل إيه بقى؟ برافو عليكم. يبقى أنا هكتب they فأنا هقول هنا إن لأن هي بتتكلم عن المفرد a firefly wants to attract a mate to reproduce هقول إن it اللي هي الفايرفلاي دي هتبدأ تعمل إيه؟ it produces هتبدأ تنتج it produces a chemical reaction هتبدأ تعمل تفاعل كيميائي جوه جسمها inside its body. طب أول يا ولاد ما تبدأ تعمل التفاعل ده هيبدأ جسمها ينور أوكي to light عشان تنور to light up and attract a mate. عرفنا الإجابة. رابع سؤال بيقول إيه اللي هيحصل لو there is a danger near to an ant colony. يبقى لو في خطر مين اللي هيبدأ يتصرف يا ولاد؟ برافو عليكم. يبقى أنا كده هنا هعمل إيه؟ هقول إن السولجر أنتس هتبدأ بقى هي اللي إيه؟ اللي تحافظ على الكولوني دي. أوكي؟ يبقى هنا الكولوني مين اللي هيعرف يحافظ عليها؟ السولجر أنتس. يبقى أنا هقول السولجر أنتس خلينا نكتبها the soldier ants send smelly messages هيبعت الرسائل بقى لمين علشان يحذر to alert عشان يحذر النمل to alert ants that there is a danger that there is a danger. طبعا هي ايه إجابة سهلة خالص. طيب بيقول لي ايه اللي هيحصل لو the mirror like membrane in the fishing cat eyes is not present. اللي هيحصل لو الميرور لايك ممبرين دي مش موجودة ما بقتش موجودة عند الفيشنج كات. هل الفيشنج كات هيعرف يصطاد بالليل ويشوف؟ لا. يبقى انا هقول ايه؟ يبقى انا هقول the fishing cat will not ممكن اقول بدل will not ممكن اقول can't بقى ايه can't hunt ماشي its prey مش عارف يصطاد الضحية بتاعته at night. اوكي
لأن الغشاء ده هو اللي بيساعده إن هو يصطاد الفريسة.